بالرغم من ملامحها البريئة وجمالها الشرقي، إلا إنها بعد 17 سنة عن الفن، بعد ما كانت أشهر بنت بتعمل إعلانات في مصر والوطن العربي. تعالوا نعرف حكاية نسرينة مع التمثيل، وإزاي عملت إعلانات، وإيه حكاية القضية اللي اتحكمت بسببها لمدة 3 سنين، ومين هو جوزها، وإيه حكاية لفة الموتوسيكل اللي اتجوزت بسببها. خليكم معانا لآخر الفيديو. نسرينة اتولدت سنة 1970 في القاهرة، وكانت بتحب الرقص من صغرها، وعندها موهبة في التمثيل، وما كانتش غاوية دراسة خالص، وكانت دايما بتقلد سعاد حسني وهند رستم في بيتها وقدام اصحابها. ولما كان عندها 13 سنة اتعرض على أختها الكبيرة إنها تصور إعلان خلاطات ومراوح، ولما دخلت مكان التصوير اتفاجئت بالمخرج محمد سامي بيطلب منها تعمل ميك اب علشان تصور إعلان معاه، ووافقت من غير ما تفكر خالص. وسبب اهتمامها بالإعلانات والتمثيل بقت فاشلة في دراستها، وتعطلت كتير جدا لأنها ما قدرتش توفق ما بين دراستها وما بين الشغل، لدرجة إنها أخدت الثانوية العامة بنظام المنازل وهي عندها 29 سنة. عملت اختبار قدام الكاميرا وكانت متمكنة جدا، وعملت الإعلان بدل أختها. وبعد يومين اتفاجئت بأكتر من مخرج بيكلموها علشان تعمل إعلانات معاهم. عملت إعلان مسحوق غسيل، وبعدها إعلان شاي، وفي ظرف شهر واحد ما بقتش ملاحقة على الشغل، ولقت نفسها أشهر بنت بتعمل إعلانات في مصر. وبدأت نسرينة ترفض بعض الإعلانات علشان دراستها والضغط اللي كان عليها. ولما نزل إعلان ملكة المنصورة بقى الجمهور يشاور عليها وهي ماشية في الشارع، وحست وقتها إنها بقت من النجوم السينما. وقالت نسرينة في لقاء تلفزيوني ليها لدرجة إن الجمهور كان بيناديها بتاعة مسحوق الصافو في الشارع. وبتعتبر نسرينة إن الفضل في نجاحها يرجع للمخرج محمد سامي اللي بتعتبره الأب الروحي ليها. اتعرض على نسرينة تصوير فيديو كليب بعدين وياك مع المطرب عماد عبد الحليم، ووافقت بسبب جماهيرية عماد في الوقت ده، وكمان كانت حابة تجربة التمثيل. الموضوع اتكرر بعد نجاح الكليب، عملت فيديو كليب تاني اسمه على كيفك مين مع المطرب إيهاب توفيق، وكسر الدنيا، وكان بيتعرض في التلفزيون باستمرار. وإن كواليس الطريفة في الكليب إن المشاهد اللي اتصورت كانت حقيقية، وكانت هي وإيهاب توفيق بيلفوا على بعض بجد ومش تمثيل. وفي سنة 1985 حصل لها أزمة كبيرة جدا في حياتها لما طلبت منها صاحبتها تروح معاها عيد ميلاد واحدة تانية، ولما وصلت اتفاجئت بالشرطة اللي قبضوا عليها، وعرفت ان البنات اللي كانوا معاها مسجلين آداب. اتعرضت لصدمة كبيرة جدا هي وأسرتها، كان حديث الشارع المصري كله، واتحكم عليها بالسجن 3 سنين. وبعد الاستئناف على الحكم أثبتت براءتها وإن ملهاش أي علاقة بالبنات، والصدفة هي اللي جمعتها ببنت من البنات اللي كانوا معاه في الوقت اللي اتقبض عليها. وبعدت نسرينة عن الشغل لمدة 2 بسبب حالتها النفسية وحالة الاكتئاب اللي جات لها وسبب القضية. وفي يوم كانت مع صاحبتها ولقت معاها راجل وسيم جدا كان أكبر منها بكتير، وكانوا قاعدين في مكان عام، وخطف قلب نسرينة بسبب شياكته وكمان الموتوسيكل اللي كان معاه، واتكلموا سوا وحست انها معجبة. وطلبت نسرينة من صاحبتها تاخد لفة بالموتوسيكل بتاع صاحبها، فرضت عليها صاحبتها وقالت لها خلي أشرف ياخدك لفة بالموتوسيكل بتاعه. وبعدها بقوا أصدقاء جدا، وتعلقت نسرينة بأشرف جدا بسبب طيبة قلبه لأنه كان فاهمها وكان بيسندها طول الوقت، وكمان كان واقف جنبها ومؤمن بموهبتها، ومحسش أبدا بفرق السن ما بينهم. وبعد شهرين نشأت بينهم قصة حب، وطلب يتقدم لها، كمان أهلها رفضوا علشان طبعا السن، بس هي أصرت عليه واضطروا يوافقوا في النهاية لأنها كانت بتحبه. واتجوزت نسرين زوجها سنة 1994، وكانت بتصور فيلم سوق النساء مع شريهان وحسين فهمي، وبدأت يظهر عليها علامات الحمل، فقررت تعتزل الفن عشان تربي أولادها كريم وعمر، وهو ما كانش بيتدخل في قراراتها لأن كان عارف قد ايه هي متعلقة بالفن. وطلع عليها إشاعات إنها اعتزلت الفن بسبب إن حد حدفها بمية نار في وشها،
وما بقتش حلوة بعد كده، بس عملت عمليات تجميل، وكل الكلام ده طلع مش حقيقي. وفي الأواخر انتهت قصة الحب نسرينة مع جوزها وصديقها أشرف بعد 11 سنة من الجواز، وانفصلوا بمنتهى الهدوء، وانهارت من البكاء وهي عند المأذون أثناء الطلاق، وكمان اترمت في حضنه، بس هو احترم رغبتها ونفذ لها طلباتها. وطبعا أولادها عاشوا معاها، وفضلت علاقتهم ببعض كويسة جدا. وبعد كده حست بحنين واشتياق كبير للتمثيل، قررت ترجع نسرينة تاني للساحة من جديد. سنة 2005 اشتغلت في مسلسل قلب حبيب مع الفنانة سهير البابلي بعد غياب طويل عن الجمهور. بالرغم من كده قدرت تخطف الأضواء من كل النجوم في المسلسل بسبب ملامحها المميزة اللي الجمهور اللي هو فاكرها. واحتفلت سنة 2021 بحفل خطوبة ابنها الكبير كريم، وقالت إنها سعيدة جدا إنها تبقى جدة قريب، بالرغم من إنها لسه صغيرة، بس هي دي سنة الحياة. نتمنى كل التوفيق لنسرينة في حياتها المهنية والأسرية. اكتبوا لنا في التعليقات ايه أكتر الأعمال الفنية اللي فاكرينها لنسرينة.